احنا اسفين على المقاطعة يا دكتور. لكن احنا بنواصل حوارنا واتكلمنا عن الشنطة اللي هي بيبقى فيها شنطة الغذاء او الايس بوكس. لا اول الشنطة دي بنحط فيها اللانش بوكس. طيب وبعدين احنا بقى اول حاجة برضه عايزين سندوتش ممكن نخلي الجبنة، ولازم لو انا النهارده هعرض ازاي سندوتش في اكثر من دولة في العالم، بيبقى الست قاعدة قدامها خس، قدامها طماطم، قدامها خيار، وبعد كده قدامها بتحط جبنة او فول او لحمة مفرومة او بطاطس. يعني لازم الأوراق الخضراء ولازم السلطة تحط على السندوتش. وبيستخدموا بره بيستخدموا الخبز اللي هو ابو رده. يعني لازم مش الفين مش الابيض ولا العيش الشامي اللي احنا بنستخدمه برضه دلوقتي. مشكلته ده بيدخلك في السكر، بيدخلك في سمنه، بيدخلك في حاجات كتيره جدا. فلازم احنا نستخدم العيش ابو رده. احنا عندنا في مصر الخبز المصري اللي هو التقليدي يصلح، ولكن المشكله ان هو بيبقى محروق من فوق. الطبقة اللي من فوق دي المحروقة من فوق دي، نتمنى ان عن طريق النزاعة دي نناشد السادة الفنانين والسادة الخبازين ان هم يدخلوا دورات يعرفوا ازاي يخبزوا الرغيف، لانهم كلهم بيبقوا جاي من الارياف ما يعرفش حاجة وبيشتغلوا كام يوم لحد ما يشتغل شغلة ثانية افضل، فبيقف على البتاع ويروح حرق العيش يقول لك انا بيسويه، بس بيحرق من فوق ومن تحت. والناس اغلبها يقول لك ده نعمة ربنا وهناكله وده يمكن يتحسن يا دكتور بعد ما الدكتور محمد مرسي قال سيادة الرئيس محمد مرسي يعني قال ان الدعم هيبقى على الرغيف نفسه، على الرغيف العيش نفسه، مش هيبقى على الدقيق. جايز يتحسن لازم اقرب لازم امر الناس دي، لازم الفراني محترف ما يحرقوش هو يقول لك انا بسويه، ما بتحرقه انت بس ما بتحرقه بتحوله لمواد هيدروكربونات مسرطنه بتعمل سرطان. طب يا دكتور يعني ناخد النص تحترم الرغيف، ناخد نص تحترم الرغيف. هم في الغالب ما بيحبوش ده يا دكتور. الاطفال عندنا الرد ده مش محروق، اخدوه وقطعه نصين واعملوا سندوتش ولفوا في كيس. تمام. او اعمله زي الملفوف كده زي ما انا موافق، بس لازم ده طريقه السندوتش، ولازم الفشل البيض احنا قلنا عليها، ولازم فيه سوائل، يبقى ناخد ميه او لبن برضه على قدر الامكان. لذلك بقى لحد هتجيب خلاطات وهتجيب ثلاجات وتعمل عصير فاكهه، عندهم عصير البرتقال، عندهم عصير المانجا مفيش مانع، عصير الموز باللبن ودي موجوده في بعض المدارس وكويسه جدا وبنهنيهم. وخلي بالك حضرتك الاتحاد الاوروبي وامريكا وكل الولايات الامريكيه بيتباروا في منافسات ان هيوصلوا فاكهه من الشركه الفلانيه السنه دي طول السنه للمدرسه الفلانيه مجانا لكل طلبه المدارس في الصين. يعني لازم ان احنا نجيب، لان نسبة تناول الفاكهة عند المصريين قليلة عكس زمان، مع عندنا خير كتير. وفي مشكلة كانت ان الفاكهة موجودة في المحلات او في الاسواق بس ما حدش فاهم انها غالية بتجرم. يبقى احنا بقى عايزين الفاكهة دي توصل للشعب خاصة الطلبة. وبعدين احنا بنستسهل على فكرة يا دكتور وبنشتري العصائر اللي هي الجاهزة اللي هي المعلبات. مش من البيت مش من البيت، دي ملهاش مكان في مصر خالص. الكلام ده الناس عايشة في دول في الصحراء في الواحات وما اعرفش ايه. احنا كل حاجة عندنا طازة وبلادنا ما شاء الله. لازم ناكل الحاجة الطبيعية الطازجة مش المعبأة. وبعدين يقول لك انا خدت عصير ما اعرفش ايه طبيعي، ما تضحكش عليا. لا ده مش حاسين ان هو ده وجبة غذائية صح. بقى العكس الحاجات دي كلها بتدي الاطفال سعرات حرارية عالية، فالطفل بيحس ان هو شبعان بيتحرك ونشيط ولكن لا ينمو ولا يطور، بنسميها غير الطاقة الفعالة. طب ولادنا برضه يا دكتور، علشان انا عايزه اطرح كل انواع الاغذيه اللي بيحبوها الاولاد وبيبقوا بيجبرونا ان احنا نجيبها لهم، المياه الغازيه. المياه الغازيه لازم نشرب واحنا ماشي. والنهارده انا هتكلم على لازم يبقى في سوائل في المدارس حتى وقت الامتحان. السوائل دي نمرة 1 ميه، نمرة 2 لبن، نمرة 3 لبن، نمرة 4 عصير فاكهة طازجة. يبقى لازم إدارة المدرسة تجيب مانجا، تجيب عصير وتعصر قدام الناس وتدي العصير للأطفال. جزر البرتقال مفيش مانع، برافو عليك. هتطلع ولا الأطفال هتمرض ولا هيقولوا تبرعوا المرض الفلاني ولا هيجيبوا من المدرسة، والأطفال هيحبوها وهتبقى عادة جميلة. وشوفوا الواحد يعني يحس هتلاقي الطفل يختلف في الأداء الدراسي وفي كل حاجة. ونبتعد خالص عن المعلبات. لا لازم نعمل كده في البيت. اصلا رجل البيت دلوقتي كان زمان رجل صاحب الاسره بيدخل البيت ماسك كيس خيار وكيس قوطه وكيس فاكهه شايل بطيخه على كتافه. دلوقتي لا يجيب له 4 ازايز ما اعرفش ايه وصندوق ايه وبعدين في امهات كمان للاسف. انا بلاقي مثلا ام موظفه ولا حاجه وتروح جايبه كيس رقائق البطاطس دي وخلاص
يلا اتفضلوا مع عائلي وحط على السفرة مع الاكل. كل واحد لا مش اكل، هو ده الاكل، هو ده الوجبه بتاعته، ده الطبق وغدا وروح نام بقى. ما ينفعش. طب يا دكتور يعني طفل بقى ان شاء الله لما يعمل كل الحاجات دي ويرجع للبيت هو اتغدى ايه بقى؟ هو دلوقتي خلي بالك لو ما عملش الحاجات دي هيرجع البيت جعان، طبعا مش هيذاكر. واذا عملنا الحاجات دي هيرجع البيت شبعان وكده. الغدا بتاعنا بقى العادي يبقى فيه لازم في هذا المتوازن في الكميات بتاعته في الكم من النوع. والحاجه الثانيه لازم يحتوي على نشويات، لازم ناخد رز او بطاطس او الحاجات دي. لازم ناخد البروتين بتاعي، ناخد الدجاج او اللحمه او السمك، ولازم ناخد معاها بقول كمان من الفول، ناخد بقول عشان برضو استفيد اكتر من البروتين الحيواني، خلطهم مع بعض يبقى افضل. ولازم برضو ما ننساش الزيوت او الدهون، خلاص. ولازم ما ننساش السلطات والفاكهه، ولازم ما ننساش الميه، وبعد عن الثلاث السموم الشهيرة اللي هو الملح الابيض والسكر الابيض والدقيق الفين والكلام الحاجات البيضاء دي كلها والحاجات كتير ما كترش منها. وعايزين نزود وجبة فاكهة، نقعد كده طبق فاكهة صغير كده ناكله. وعايزين نزود برضه الاطفال عندها نحافة والكلام ده، نزود وجبة منتجات الباني مثلا جبنة او زبادي او رز بلبن او مهلبية او عليها فول سوداني، وجبة خفيفة كده. وانت اللي بنذاكر، وانا شخصيا لما كنت بذاكر زمان كنت عندي نظام ان انا كل ساعتين تقريبا ببقى في الاوضه، كل ساعتين والدتي الله يرحمها بتخبط عليا تروح مدخله لي صينيه فيها لبن او عصير فاكهه وورد الجوافه والموز وسندوتش مخلل صغير جدا ربع رغيف مثلا كده اهو، وكانت تلاقي لي فلوس ثاني بايديها. وما عنديش وقت افتحها، اروح تنزل تطمن على انا بذاكر ولا لا، نمره واحد، وتطمن صح ولا لا، وتروح واخد الصينيه دي. فانا كنت باكل كل ساعتين بس وجبه صغيره قوي مثلا كده بعد 5 دقايق، بس تبقى منعشه وتبقى اريح بين الكتاب والكتاب وهكذا. طب المشكله اصلا يا دكتور المراه العامله بقى، يعني هي دي المشكله. معلش بس المراه العامله مشكله في ان هي هتقعد تراعي، يعني مش بتراعي ولد واحد مثلا او ابن واحد. هم 8 كانت نفس المعامله يا دكتور. الثمانية نفس المعامله. صعب قوي. يعني انا عايزه اقول ان احنا يعني الوقت اتغير مثلا او اصبح فيه على قدر الامكان، بس مش عايز واحده تقول لي انا جايب السمك بقاله 10 ايام في الثلاجه وفراخ ما اعرفش ايه وجبناها دلوقتي في الجيب حاجه مجمده بتاعت العيد الكبير بتاع السنه ده لسه لحمه موجوده ما خدتش في صح يا دكتور. طب المجمدات دي والحاجات دي الموضوع عشان كده عشان في امراض. انا بعترف ان في امراض كثيره ما كانتش موجوده في المجتمع المصري. لازم الحاجات الطازجه يوم بيوم يعني يوم كتير قوي خارج يومين لازم لازم نتعب كل يوم. وانت مثلا انت هتجيب الفاكهه الفلانيه، بنتك هتجيب الفاكهه الفلانيه، ابنك هيقعد زي مثلا يجيب مع الاشياء. يعني لازم الاسره كلها تشترك انها تحضر الطعام، مش بيشيلوا كل حاجه على هي رقبه الام والام كده على لا. طب دكتور المجد، في هناك اغذيه معينه بتزود الذكاء، يعني تخلي الطفل يعني ذكي وعايزين ان شاء الله يبقى عندنا عباقرة كده. طبعا احنا عندنا عباقرة بس مش شايفينهم يعني. احنا نسبة الذكاء ونسبة التركيز كمان. يعني دايما يجيبوا الذكاء يفتكروا القرد، وافتكروا ان انا الكلام اللي انا قلته ان كانت امي بتدخل القرد. يبقى الموز الفول السوداني والموز والبليله والفاكهه والمنتجات الالبان والاسماك. ومسؤولية الاسماك الناس ما تحبهاش او الناس ما تعرفهاش، والمصريين بيحبوا اللحمه اكتر لان عندهم نهر وعندهم بحرين وعندهم مشاريع سمكيه. لازم ناكل سمك كتير. وانا شخصيا وقت الامتحانات بمنع اي حاجه ثانيه غير السمك. يبقى وقت الامتحانات مرضايا والطلبه عندي ولازم مفيش غير سمك فقط. لان انا عارف باكل لحمه هيغلط في الامتحان. اخد ده ما اعرفش خد سمك واسكت. يبقى هو اللي عندنا عليه الاسماك. عندنا انواع كتير، انواع رخيصه. كل يومين اسماك، يعملوها ببطاطس، يعملوها بطماطم، يعملوها بسلطات، يعملوها ببروكلي. المهم الاسماك دي غايبه عند المصريين. وفي حاجه ثانيه برضه زيت الزيتون وقت الامتحانات مهم قوي، وده الاساس. لان برضه احنا بنتعرض لحاجات بنشمها، ومن الناس اللي ساكنه في شارع شبرا وشارع رمسيس والشوارع احمد العزيز، الشوارع اللي فيها عربيات كتيره وفيها فيها عوامل سيارات كتيره. فالاهالي الاطفال ساكنين في الشوارع دول بدهم يكونوا مقاص غير العكس ورا. السكن مثلا في شارع خلفي بأفضل. يبقى لازم انا عندي حاجات ده معترف عندي ملوثات في جسمي، لازم اخلص اول باول. انا عايز اظبط الاكسده، عصير الليمون بتوازن ده حلو قوي برضه. ده انا الدماغ كل شويه بيشيل الاكسده اللي عندي، زيت الزيتون واقعد اديت حار مفيش مانع.
ولازم برضه اخد كبشه المكسرات زي ما انت عايزه، او الفول السوداني بس ما يكونش فيه عسل من جوه ادور فيه، وما يكونش فيه ملح. دي اغذيه الذكاء مع الدول طبعا قلنا عليها، دي اغذيه الذكاء اللي العالم كله بياخدها. دايما كده تشوف في امريكا كل واحد ماسك كيس فول سوداني، في اليابان سمك للنهار. يعني الدول اللي بتاكل سمك بتلاقيها متخلفه وبتنتحر، يعني مثلا دوله زي نيوزيلندا ومتقدمه برضه وزي اليابان، تلاقي هناك في نيوزيلندا الانتحار 4 أضعاف اليابان. لا مش اي فرق خالص ولا في السمك بس، دول بس سمك قليل كمان. طبعا مش عايز يشوف الافريقيا هو خط مستوى، ما فيش سمك خالص. شوفوا المستوى بتاعهم ازاي، شوفوا شمال مثلا افريقيا احسن شويه من اللي تحتيهم بس بياكلوا سمك، بس برضه مش زي اوروبا بس اكتر مننا. شوف الصين. طب كانوا بيقولوا يا دكتور برضو ان الكاجو بالتحديد من انواع المكسرات اللي عايزه اقول ان هو بيقوي الذاكره. لا كل المكسرات بتقويها، من اول عين الجنه لحد الكاجو والبند والفوز والكلام ده كلهم بيقووا الذاكره والطعم كده كله. طب يا دكتور يعني نقول طب ادي وجبه الغداء كمان، خلينا نخش في العشاء عشان نبقى ثلاث وجبات. العشاء بيبقى قبل الفطار، انا عايز وجبتين قبل، يعني وجبتين في النص من هذا وجبتين. يعني الطالب هياخد وجبتين كمان غير الغداء والعشاء والفطار. احنا قلنا حاجه خفيفه ولا صغير كده في رز بلبن مع كل يوم مثلا كده مع الفول السوداني مع الزبيب ما اعرفش ايه، بسكوت بتمر، طبق فاكهه دي كان جاي على كنت رايح على ميزان. لازم ده اساسي للمذاكره، ده يوميا، ده بتاع التفوق. يعني انا وزملاتي لما كنا صغيرين ده اللي بيخلينا نتفوق. عكس بقى اما هو برضه في مشكله ثانيه يا دكتور، انا عايزه اقول لحضرتك برضه داخل الاسره. يعني احنا بنتكلم برضه عشان نتكلم. انا ما فيش تفاح، انا في موضه بتفاح. لا انا قصدي ايه، ان كل يوم ده يبقى موجود هيبقى صعب اعتقد على داخل الاسره المصريه. طب انا مش قلتليش ولا كبده ولا لحم ولا شيء. في سمك وكذا وفي سمك بس. اي سمك يا دكتور؟ اي سمك في سمك بتاعت 100 كيلو. ما اي سمك ما هتفرق برضه اللي في داخل الاسره برضه يوميا اصلا يبقى. طب انت خد البقول تمام بارد وحط عليها بيض كل يوم، وفي وقت المواسم بحط لحم مفروم. البيض ده بروتين وحيوان خلاص خلصين على. بس بقى عايز بقى نسيب الجرجير والفجل والحاجات دي والجرس والحاجات دي كلها التوليفه دي. يعني ممكن الواحد يعيش في مصر ويعيش رائعه جدا بارخص الاسعار، مش لازم ياكل حاجات غاليه قوي زي الخمس نجوم وكلام، وهتبقى الصحه برضه كويسه وكلام. ما ينساش البتنجان مال جميل ساقع مال ساقع وبشرها ده جميل، ترفع منها زي الفل وحط عليها حمص الشام. يعني انا مش لازم الاكل مش ما بنتكلمش على اللحمه يعني غاليه. لا انا بتكلم عشان الاسماك وعشان الاسماك غاليه كتير. ما هو ارخص الاسماك هيبقى الكيلو بكام يا دكتور؟ والكيلو يعني بيبقى حوالي 3 سمكات. احنا بنقول دلوقتي الناس اللي عايزه اصلاح مصر ان انا دلوقتي بدل ما اقعد اصرف على المستشفيات ومش لاقي. اصل انت عارف حضرتك لو انت عندك مثلا كل يوم 10 اكتشافات 10 اختراعات في مصر هيكفوني. هتلاقي بنصدر جديد جديد ما اعرفش ايه. اخترع مثلا طالب اخترع طياره صغيره ما اعرفش تكفك على الناس دول استضفناهم على فكره، مفيش حد بيبناهم هنا، بالعكس ده بره بيعرضوا عليهم اختراعات واكتشافات في مصر. احنا كلنا مش كويس، مين يكترها؟ العقول. اجيب عقول منين؟ يبقى انت لازم تفزيها كويس. يبقى انت احسن استثمار عندك استثمار المدارس الصرفي على الطلبه في المدارس عشان يجيبوا السرطان، عشان يطلع لك منهم الطبيب العبقري، عشان يطلع منهم المخترع المعرفي، عشان يطلع لك منهم يمكن بقى كده هيطلع مثلا جهاز دلوقتي يوفر طاقه شمسيه مش عايز كهرباء خالص، اجيبه فوق البيت وحاجات كتيره جدا. يعني طب يا دكتور، يعني هل حضرتك عشان مرتبط بميعاد اخر كنا نتمنى ان تطول هذه الفتره المفتوحه، لكن هل هناك اغذيه معينه يعني تمنع اللي عندهم حساسيه الطعام؟ وهل هناك اغذيه معينه للاطفال مثلا او الطلائع او الشباب خاصه بمنع العنف زي احنا بنقول كده؟ هو احنا لاحظنا مثلا المشكله الطفل عنده حساسيه للبيض، نوع من البيض، يروح المدرسه بياكل بيض، يبقى لازم انا اوصي المدرسه، اوصي الكانتين، اوصي الاداره، خلي بالكم الولد لو كان بيض هيحصل فيه كذا كذا، لازم نحط البدايل برضه، نحط له بدايل. الحاجه الثانيه لازم برضه اعترف ان لازم في مرحله النمو ومرحله التطور لازم يبقى في بدايل الاكل ممنوع من اللحمه، بس ممكن اديله دجاج او سمك، ممنوع من السمك، اديله ايه؟ ممنوع من كلهم، اديله 10 غراب، لازم نعمل بديل للاكل ممنوع بدون حساسيه الطعام، وفي الغالب حساسيه الطعام ان شاء الله عندنا بتخف خالص، كشف تمام. دي واحده. الحاجه الثانيه الأغذية اللي بتخلي الاطفال يضربوا بعض والمشاكل والعنف في المدارس والكلام ده، اغلبها بيبقى فيها
مكسبات طعم ولون ورائحه والحلويات والسكر العالي، الحاجات الصناعيه دي او بنقللها فعلا الاطفال بتلاقي اكثر هدوءا. لو دخلنا مشروبات الفاكهه ودخلنا الموز ودخلنا الجوافه ودخلنا الكمثرى، لو خدناهم ناخد خس، قطع خس كيس صغير كده، حط فيه خس صغير نضيف كده اهو، الخس بيهدي الناس. تمام. طب بالنسبه بقى لندوه التغذيه المدرسيه النهارده يا دكتور مجدي، اللي هي الساعه 8 مساء بقاعه الكلمه في ساقية عبد المنعم الصاوي. عايزين ناخد بس نبذه سريعه عن اهم النقاط فيها بسرعه اللي احنا ما تناولناش خلال حوارنا. هتكلم برضو على سلامه الغذاء، هتكلم معايا يسمى مقاربه السندوتشات منها البدل. كان زمان مفيش عمله، كنت بشتري حاجه مثلا ابدلها لحاجه، فدلوقتي في حاجه اسمها مقاربه. الطفل بيروح المدرسه انا منعه من الطعام الفلاني، واقول له تاخد لحم مفروم مثلا، تاخد فول، يروح يبدله مع الثاني دي رقائق البطاطس المناعه. دي اختارها ايه؟ اختارها التلوث، اختارها الحساسيات، اختارها ممكن تكون حساسيه قاتله وانا مش دريان، فوز دايما مثلا عنده. اختارها الثانيه انها بتعمل لي ممكن السعرات الحراريه بتلخبط عنده، او انها تعمل لي التسوس الاسنان بدون موجود. هو 60% من اطفالنا عندهم تسوس اسنان. برضه الحاجه الثانيه اللي هي غذاء الوقايه من امراض العصر. امراض العصر كتيره جدا، الناس اللي عندها ضغط 25% اللي بيسمعونا دلوقتي، فلازم انا امنعها من امتى؟ مش هو الموضوع ده امنعه من هم صغار. برضه ما تاكلش الحاجات اللي فيها ملح، ما تكترش الحاجات اللي فيها من الغذائيه، خلي بالك ما تحطش المخلل وهكذا يعني. في تطوير الكانتين المدرسي برضه، تطوير الكانتين المدرسي، ونتمنى ان شاء الله يعني تابعونا النهارده ويشرفونا وتابعونا على النت ان شاء الله باذن الله. دكتور مجدي بدران، استشاري الاطفال، زميل معهد الطفوله بجامعه عين شمس. يعني احنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا في شباب ورياضه، ويعني وهذه الفتره المهمه لكل الاطفال وكل الطلائع وكل الشباب المصري، ونتمنى لهم معاهم دراسه سعيده. بنشكر حضرتك وتمنيت وجودك دايما معانا على موجات شباب ورياضه. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. ان شاء الله هيبقى في متابعه من اصدقائنا لحضرتك خلال ندوه النهارده الساعه 8 مساء باذن الله، حلقه التربيه المدرسيه في ساقية الصوت قاعه الكلمه. شكرا. شكرا.